يتقدم، شوف المدافع يمس الكرة، خلي تمشي الكرة، يلمس الكرة قبل المهاجم، لأنه المدافع كان ذكي، استنى المهاجم أنه يقدم الكرة يلعبها، ثم ينقض عليها يلعبها، وبالتالي طبعا اللاعب يشوف الساق بتاعه نقطة، طبعا المهاجم يسقط على الأرض، مش مخالفة، لأن المدافع لعب بالكرة كان المفروض على الحكم أن يرجع اللعب لضربة زاوية ولا وجود لضربة جزاء، لأن اللاعب الهم الوحيد لعب بالكرة وغير اتجاه الكرة، لأنه هو اللي خرجها في ضربة الزاوية. لا هو اللي يمثلون هذه زاوية أخرى قد تكون أوضح، هي اللي خرجها. في كل الحالات نشوف المدافع هو يلعب الكرة، طبعا ما فيش إعاقة بتاع المهاجم طبعا وقت شاف الكرة فقدها فيرمي نفسه، وهنا ما فماش ضربة جزاء، وهذا نأكد عليه ديما أن الحكم لابد أن يفصل الأشياء هذه.